السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ايه هي صفات الزوجة الصالحة. طب ايه بقى هي صفات الزوج الصالح؟ احنا قلنا لو كل واحد تحلى بالصفات ديت ان شاء الله بإذن الله المشاكل هتكون قليلة جدا، وحتى لما يحصل مشاكل هيبقى من السهل جدا ان احنا نحلها. ايه بقى صفات الزوج الصالح؟ هو اللي هيجمع برضو بين أمور الدين والأخلاق الكويسة. طيب ناخدها واحدة واحدة. من أمور الدين والأخلاق المفروض بقى ايه؟ المفروض ان هو هيمتثل لاوامر ربنا، تمام، وهيخاف ربنا في السر وفي العلن، وهيحسن هيحسن معاملته مع الناس. طيب بعد كده ايه كمان؟ هيتعاون مع زوجته وهيساعدها في الاعمال المنزليه، وهيكون رفيق بيها، وهيكون حديثه كويس معاه. طيب ايه كمان؟ الصدق والوفاء، هيكون صادق في اقواله وفي افعاله، ولما بيوعد وعد لازم بيوفيه. طيب ايه كمان؟ لازم يتحمل مسؤولية. هو خلاص اتجوز وعرف دلوقتي ان هو مسؤول عن أسرة وعن بيت، فيقدر ان هو يتحمل مسؤوليتهم كويس ويوفر احتياجاتهم. طب ايه كمان؟ ينفق بالمعروف من غير لا بخل، ما يكونش بخيل ولا مسرف قوي، وطبعا يكفيهم من الحلال. ايه تاني؟ يكون عادل ومنصف وبيشارك زوجته في القرارات بتاعة البيت بتاعها، وبياخد برأيها وبيستشيرها، لأن دي حياة مسؤولية مشتركة ما بينهم هما الاتنين. بيدعم زوجته وبيساعدها إن هي تطور من نفسها وتتعلم من أمور الدين والدنيا اللي ينفعها، ويساعدها كمان تطور من نفسها وتربي له أولاده. بناء أسرة صالحة، بيهتم قوي بتربية أولاده، بيعلمهم القيم والأخلاق الكويسة وبيعلمهم دينهم. إيه، في بقى شوية صفات كده المفروض إن هو سمات شخصية تكون فيه. أول حاجة يكون حسن المعاشرة، بيهتم هو كمان بمظهره وبلبسه بشكله. يكون عنده روح الدعابة، عنده حس فكاهي كده، بيهون بقى من ضغوطات الحياة ومشاكلها عشان تعدي بسلاسة. يكون عنده اهتمام وتواصل، بيقضي وقت كويس مع زوجته وأولاده، بيكون بيتواصل معاهم دايما. متواضع، ما يكونش متكبر كده. وكمان يكون عنده استقرار نفسي، عنده قدرة إن هو يحل النزاعات بحكمة عشان المشاكل ما تكبرش. دي شوية صفات للزوج اللي لو اتحلى بيها. وبرضه قلنا صفات الزوجة اللي لو اتحلت بيها إن شاء الله بإذن الله المشاكل هتقل. وقبل ما ننهي نصلي على النبي وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.